السلام عليكم. لو انتي من الناس اللي بتحب الحلو السريع وخصوصا لو بيجمع بين البسكوت والشوكولاتة، فانا عندي ليكي النهاردة وصفة بجد هتدمنيها. النهاردة هنعمل مع بعض اكواب الاوريو. حلا بسيط جدا، هنعمله من غير فرن ومن غير حوارات كتير، لكن طعمه خيالي. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ تعالوا نشوف المكونات اللي هنحتاجها، وما ننساش نصلي على الرسول. معايا اول حاجة كيلو من الحليب، واربع معالق كبار من الدقيق، وده يعادل حوالي نص كوباية. ومعايا معلقتين نشا، وده حوالي ربع كوباية. ومعانا معلقتين كبار من الزبدة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وخمس معالق سكر. والمكونات دي احنا بنحتاجها عشان دي بتكون للطبقة التانية اللي هي الحشوة الكريمية، عشان بعد ما هنخلصها هنسيبها في التلاجة ترتاح شوية وبعد كده ندخلها التلاجة. وهنا السكر بيكون على حسب الرغبة، يعني لو عايزين تزودوا او تقللوا فده براحتكم. تعالوا بقى اما نشوف هنعملها ازاي. عندي على كيلو الحليب هبدأ أضيف عليه الخمس معالق سكر والمعلقتين نشا والأربع معالق دقيق، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما يدوبوا تماما قبل ما نرفعهم على النار. وخطوة التقليب على البارد دي مهمة قوي، عشان مش أول ما نرفعها على النار نلاقيها كلكعت معانا. وهنا خلاص دابت وبقت كلهم كده خليط متجانس، فهنبدأ نرفعها على النار. وهي على النار بنفضل نقلب فيها تقليب مستمر، ما بنسيبهاش بقى ونمشي، لأن لو سبناها هنلاقيها كلكعت مننا وهتتحرق. واحنا هنا بنفضل نقلب فيها لحد ما نحس ان قوامها معانا تقل. وهنضيف عليها شوية فانيليا صغيرين، حوالي ربع معلقة صغيرة. وبعد ما قوامها هيتقل هنبدأ بقى نرفعها من على النار، وهنحط عليها معلقتين كبار من الزبدة، وهنقلبهم مع بعض لحد ما الزبدة تدوب تماما. هنفضل بقى نقلب في الزبدة لحد ما تدوب تماما، بتاخد حوالي دقيقة كده. ولما تبدأ تلمع وتبقى سايحة تماما نبدأ بقى نكمل باقي الخطوات معانا. وبعد ما الزبدة هتدوب هنبدأ بقى نفضيها في بولة، وهنسيبها ترتاح 5 دقايق كده لحد ما حرارتها تهدى شوية، عشان هي في الوقت ده بتكون سخنة قوي. بعد 5 دقايق كده او لما حرارتها تهدى شوية هنبدأ بقى نغطيها بستريتش او ورق نايلون او اي حاجة متوفرة عندكم. واهم حاجة ان احنا لما نيجي نحطها في بولة ما نغطيهاش على طول، عشان هتعمل معانا مية. وبعد كده بندخلها التلاجة لحد ما تبرد تماما، وعقبال لما تبرد بنبدأ نحضر اول طبقة، ودي هنحتاج فيها حوالي 18 قطعة من الأوريو. وبعد كده هنبدأ نطحن كمية البسكوت كلها في الكبة، أو ممكن تستخدموا الخلاط، أو ممكن كمان تحطوه في كيس نظيف وتدقوه بحاجة تقيلة لحد ما يبقى كده شبه الرمل المبلول. وبعد كده هنضيف عليه معلقتين كبار من الزبدة السايحة، وهنطحنهم في الكبة لحد ما يبقوا ناعمين. واهم حاجة ان احنا ما بنكترش من كمية السمنة، هما يدوب معلقتين كبار بس، عشان لو كترنا هتخلي طبقة البسكوت معانا متحجرة وهتبقى ناشفة واحنا بناكلها. وهنطحنهم كويس قوي لحد ما يبقوا معانا شبه رمل البحر المبلول، يعني لو مسكتهم في ايدي بتكون ماسكة شوية في بعضها لكن ما بتفكش. في كاسات او اكواب شفافة او اي حاجة متوفرة عندكم هنبدأ ناخد كمية بسيطة من البسكوت، يعني حوالي معلقتين كبار، وهنحطهم في كل كوباية. وبعد كده هنبدأ نساوي البسكوت في كل كوباية، وممكن بقى تساوي البسكوت في الكوباية بأي أداة متوفرة عندكم. أنا هنا كان عندي مضرب النسكافيه فبدأت أساوي بيه. وبعد ما الكريمة بردت معانا هنبدأ بقى نطلعها من التلاجة. شلت الاسترتش اللي كان عليها، وهبدأ أضربها بالهاند ميكسر أو المضرب الكهربائي. هنفضل نضربها لحد ما يبقى عندنا القوام كده كريمي وهش، عشان بعد كده نكمل بقية الخطوات. تعالى نحضر الجزء التاني اللي هنحتاجه في الحشو. وهنا اكتشفت ان بعد ما حطيت الحاجة لقيت الكاميرا ما صورتش، فتعالوا ما اقولكوا انا حطيت ايه. عندنا كيس كريم شانتيه عليهم ربع كوباية حليب ورشة فانيليا صغيرة،
او ممكن تحطوا 3 معالق كبار من الكريم شانتيه بس اللي هو بدون سكر، وهتحطوا معاهم معلقة سكر، وهتبدأوا بقى تضربوهم بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى عندنا القوام كده كريمي وهش. وبعد ما بقى معانا كريمي وهش هنبدأ نضيف عليه الخليط اللي احنا لسه عاملينه، وبعد كده هنضربهم بالمضرب لحد ما يبقى عندنا الخليط متجانس وكله دب في بعضه. ولو وصلتوا لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. هنفضل نضرب لحد ما يبقى عندنا الخليط كريمي وهش. وبعد ما خلاص الخليط بقى معانا جاهز هنبدأ نضيف عليه شوية بسكوت مطحونين نطحناهم في الكبة، وكمان شوية ما نطحنوش سيبناهم بس كسرناهم كده قطع كبيرة. هنقلبهم بقى في الكريمة اللي معانا. وهنا خلاص ما عدناش هنستخدم المضرب في حاجة، احنا هنا هنقلب بس بالسباتولا عشان مش عايزين نكسر البسكوت اللي احنا ضفناه قطع صغيرة. وعندي في الكوبايات اللي احنا جهزنا فيها اول طبقة هنبدأ نحط فيها الكريمة وهنبدأ نسويها كده. واحنا بنحط الكريمة في الكوبايات ناخد بالنا ان احنا ما نملاش الكوبايات لحد الاخر عشان لسه في طبقة الشوكولاتة اللي احنا لسه هنحطها. وبعد ما نحط الكريمة في الكوبايات كلها وهنسويها عشان بعد كده يبقى شكلها حلو هندخلها التلاجة لحد ما تمسك كده وتجمد. تعالوا بقى اما نعمل اخر طبقة معانا وهي طبقة الشوكولاتة. معايا كوب كريمة هنحط عليهم كوبايتين من الشوكولاتة الخام او كوبايتين من الشوكليت شيبس، وبعد كده هنقلبهم مع بعض. وممكن تعملوا صوص الشوكولاتة الاقتصادي، هتحتاجوا نص كوباية حليب وعليهم نص كوباية زيت ونص كوباية سكر واربع معالق كبيرة من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى يعني مفهوش سكر، وبعد كده هنخفقهم بالهاند بلندر او بالخلاط. وبعد ما طبقة الكريمة جمدت هتقعد حوالي من 3 ل5 ساعات في التلاجة. هنبدأ نحط عليها صوص الشوكولاتة اللي احنا لسه عاملينه. وبجد دي من الوصفات البسيطة واللي ما بتاخدش مجهود كبير واحنا بنعملها، وحقيقي كأنك بتاكلي حالة 5 ستار احلى كمان باللي بنجيبه من بره، بس الفرق ان احنا هنعمله في البيت بايدنا وبمكونات بسيطة. هنيجي بعد كده لمرحلة التزيين. انا هنا زينتها حطيت نص بسكوت اوريو على الوش، او ممكن تزينه باي حاجة انتوا حابينها. ممكن تزينه بشوية شوكولاتة مبشورة او حتى ترشوا شوية كاكاو باودر كده من على الوش. وبعد كده هندخلها التلاجة لحد ما تبرد على الاقل خالص ساعة، وكل ما قعدت اكتر كل ما طعمها يبقى احلى. وبكده نكون خلصنا وصفة اكواب الاوريو خطوة بخطوة. زي ما شفتوا الطريقة بسيطة جدا وكمان مش محتاجة فرن، وحقيقي طعم الاوريو مع الشوكولاتة مع طبقة الكريمة في حتة تانية خالص. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.